احنا حابين برضو نتكلم في نقطة هتهم الآباء والأمهات. دايما يعني الآباء والأمهات بيشوفوا مثلا أطفالهم ساعات مثلا يقول لك أنا حاسس إن الولد مثلا ماشي بطريقة مختلفة أو حاجة، أو حاسس إن عنده تقوس مثلا. فيبقى إيه يعني الموضوع ده؟ بعض الناس تقول له، أو قريبته بقى أو تيتا أو أي حد يقول له يا عم ما تقلقش ده هو كويس. احيانا بتجي لي الام تقول لما يكبر بيتريقوا عليه. ايوه بتريقه اطفال. بعض الناس بتتذمر عليه وزمايله في المدرسه. طب هو وساعات بعض الاقارب يقول لك دي حاجه مش مهمه، ده هو لما يطول شويه هتتحسن. عايزين نتكلم عن فكره التقوس دي، وهل الموضوع ده ايه الاجراء اللي بيتخذ فيه، وهل فعلا ان هو يعني بنسيبه بهمله ولا لازم ارجع بيه للدكتور؟ لا، هو 90% غالبا من اللي احنا بنشوفه على ارض الواقع في الاطفال، 90% من المخاوف دي بتبقى مخاوف من اللي حوالين الاب والام. ابنك الحقي، ابنك رجله ايوه معوجه، بالظبط. ابنك ده ماشي بشة البطريق او بنسبه تسمع كبيره كلام جدا 90% او اكتر او 95% او اكثر. بتبقى التقوس ده تقوس فسيولوجي، تقوس طبيعي عادي طبيعي، ليه رولز، ليه قواعد. اللي هو تقوس في طفل من لغايه سنتين ونص، التقوس بيقل مش بيزيد. التقوس في رجلين الاثنين ده تقوس طبيعي هيحصل لكل الاطفال او معظم الاطفال. تمام. نبدا نخاف لو التقوس ده بيزيد، لو التقوس ده في رجل اكتر من الثانيه بس اكتر من سنتين ونص. لو التقوس ده مش بيتابع، احنا بنقول للمريض ما تقلقش، بنطمنه اشورنس جدا، مفيش اي مشاكل. بس بنبدا ناخد احتياطاتنا من اول كلوز فولو اب كل 3 شهور بيتشاف، من اول 3 سنين نعمل تحاليلنا العاديه الروتين، بندي المريض بتاعنا الفيتامين دي والكالسيوم العادي الطبيعي بتاعته، السبلمنت العادي السبلمنت طالما هو تحليله كويسه. تمام. وبنعمل كلوز فولو اب، متابعه دقيقه كل 3 شهور، كل شهرين، كل 4 على حسب الامر الطفل قدامنا. وبنطمن الاهل جدا ما تقلقش، ودي اول اهم حاجه. اهم خطوه ان اهله يبقى طبعا. بس انا قصدي يعني احنا لما نبدا الاهل يبداوا لو لاحظوا الملاحظه دي يبداوا يدوروا من سن مثلا 2 ونص 3. احنا يبدا بقى يزور الدكتور، بحيث مش هنعمم الموضوع علشان ما يبقاش حاجه تبقى مزن مننا. تمام ماشي، نقول له تعالى اطمن ما فيش اي مشاكل، نطمن وما تقلقش نطمن. خد علاجاتك معظم التقوس او معظم كانوا بيقولوا عندنا يعني رجله بتقلب، ايوه رجله بتحدف لبره، رجله بتحدف لجوه. دي امور غالبا بتبقى طبيعيه، بس لا مانع ان احنا نشوفها، لا مانع ان احنا نقيمها، بنعيد تقييمها، لا مانع ان احنا نطمن على سواء باشعه عاديه على الحوض بدون مبالغه، نعمل تحاليلنا وبنطمن وبنعمل متابعه دقيقه للطفل طبعا. تمام يا دكتور، تمام.